اليو في فيزابل لايت ريتش سكان. تمام. طبعا كانت ظاهره معايا النتائج بتاعتي كلها من فيري جود لاكسلنت، خصوصا عن 177. نلاحظ ان هي 1% ده معناه ان حصل بلوكينج لليو في فيزابل بنسبه 100%، يعني نو لايت او نو يو في كام باس ثرو ذا لايت. بالنسبه للبارت الثاني واللي هو خاص بتحضير الازر اكتف ديسبيرس لايت، طبعا نشرنا البحث في الدلتا جورنال، ودي بعض الاكزامبلز على الاكتف ديسبيرس لايت اللي احنا حضرناها. درسنا لها برضه الفيزابل اكسبشن، وشفنا تاثير السبستيتوينت على الفيزابل اكسبشن، برضه كانت موسيقى للدايميثايل فورماميد، وشفنا برضه تاثير السبستيتوينت طبعا. وهنا برضه اللي هي خدت بس كروميك افكت نتيجه وجود الاو اتش والفينايل مولتي اللي هي الالكترونيكيه. برضه شفنا الفاستنس ريفيرس سوليوشن بتاع وجود انترا فابريك جديد. بالنسبه للانسبيريشن برضه في الاسيتيك والالكالين كانت من فيري جود لاكسلنت، وده برضه في الاسيتيك والالكالين لينيا. بالنسبه للراجل الدرايف اكسلنت برضه واللايت، بنلاحظ ان نص لايت ادتني فاستنس ريفيرس من فيري جود لاكسلنت، وده بيأكد برضه ان اللايت ليها هاير كونسنتريشن باور الكلر اسسمنت قالت ايه الستار فاليو برضه ادتني جزء في ستار وجزء في ستار وجزء في ستار، ودي اللي بتحدد لي البرايتنس بتاعت اللايت، فكان ليها هايلي برايت شيب. بالنسبه لي برسنتج اوف الاكسبشن اند اكسبشن، الاكسبشن بيعرف لي الاماونت من الداي ابسوربد باي الفايبرز قبل او في بدايه عمليه الداينج وفي نهايه عمليه الداينج. الفيكسيشن بيعرفني ذا اماونت اكسبسود داي باوند تو فايبر. طبعا كانت البرسنتج بتاعتهم من الاكسلون الاكسبشن كان من 92 ل 97%، والفيكسيشن كان من 80 ل 85%. طبعا بيتاثروا بالستراكشر بتاعت الفايبر والداي مولكيول، وبرده وجود البولار جروب، وان انا ضفت برده رياكتيف جروب زي التريازين، ده خلالي برده الاكسشن والفيكسيشن يد بتاعي كان او اكسشن. بالنسبه للالترا فايروس بروتكشن فايبر ظهرت معايا برده اكسلنت، وده معناه برده انه حصل كلوبينج لليو في بنسبه 100%. بعد كده درسنا الانتي ميكروبيال اكتيفيتيز للسيستايز داي بمقارنه الانهبشن زون بتاعتي ضد اثنين اجينست 2 جرام بوزيتيف و 2 جرام نيجاتيف للتوكان داي.